بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. هتكلم شوية عن القطن المصري طويل التيلة، لأن بكل أسف في بعض الشركات في بعض البلاد الأخرى بتكتب على منتجاتها هو قطن مصري، وده اكتشفوه قريب جدا في أمريكا، وخاصة في الوول مارت. فاكتشفوا ان بعض الشركات من دول اخرى بتكتب عليه قطن مصري. فالقطن المصري هو طويل التيلة، بيتزرع في ارض طيبة هي الارض المصرية. يتم انتاج القطن المصري غالبا يدويا، واكتر انتاج بيبقى في دلتا النيل، منطقة الدلتا يعني الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية. القطن ده يعتبر المحصول الرئيسي لدى الفلاح المصري. بزرع قطن عمري كله من 5 سنوات، من سن 5 سنين أنا عمري 73 سنة بزرع قطن. القطن المصري معروف طول عمره بإنتاجه. قطن جيزة 92 ده صنف عالي المتانة والنعومة والجودة، ومن أعلى الأصناف في الجمهورية. وفي جيزة برضو زي زمان اللي هو الجيزة 45، ده من أفضل الأقطان اللي هي موجودة حاليا، ويقدر يجيب لنا العملة الصعبة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تقريبا 20 كيلو في اليوم بيتم جمعها، بيحصدها العاملون في اليوم. تحط طبعا في أكياس، ده القطن اللي هو الزهر، شامل طبعا البذرة وشامل القشور بعد كده عشان يروح المحلج. القطن المصري هو قطن طويل التيلة طبعا، غير الأبلند طبعا الأمريكي، ويقدر نحصل على والله عملة صعبة لو اهتمينا بيه وعملنا له قيمة مضافة، يعني حولناه إلى منتج. فأمريكا حاليا بتعمل كده، لكن احنا انتاجنا بصراحة عالميا حاليا ضعيف جدا مقارنة بالدول الأخرى، مع إن احنا عندنا اكسترا لونج ستيبل فايبر، ونصيبنا في العالم هو 1%. القطن المصري في غزله بيبقى سهل وجميل، عنده نعومة وعنده متانة، وعنده القماش اللي بيطلع هو قماش دقيق وقماش سوفت، قماش مريح. في علامات تجارية لا تحصى موجودة في القطن المصري. طبعا احنا أقل من 1% بكل أسف إنتاجنا من القطن حاليا، مع ان احنا عندنا الارض السمراء، الارض المصرية. حصل في 2016 حاجة مشكلة كبيرة، ان بعض الشركات من الدول الاخرى كتبت على منتجاتها متصنع من القطن المصري، وشركة وول مارت اللي هي الشركة التجارية اللي مقرها في امريكا اكتشفت الموضوع ده، وحصل فيه مشكلة كبيرة يوميه. كان بعض الشركات الهندية كتبت عليها ايجيبشيان كوتون، وطبعا في ناس على زي مواقع على الامازون بتكتب ان القطن مصري، وتيجي الناس تشتريها ويحللوا القطن ما يلاقوهوش قطن مصري. حصل فيه قضية، وحصل فيه قضية عالمية على هذه الغش، يعتبر غش تجاري. الشركة قفلت الموقع بتاعها بكل أسف، لأن ده غش للقطن بتاعنا. القطن المصري خدوا الصفة الأساسية. طبعا في ناس بتحط دلوقتي بوليستر على بعض المنتجات وتخلطه مع القطن وتكتب قطن 100%، حتى في السوق المحلي عندنا في مصر، وده بيعتبر غش تجاري. زي مثلا الفوطة ديت لازما، احنا اتعلمنا ألف باء، الفوطة لازما تبقى 100% قطن. ازاي فوطة تبقى بوليستر او تتخلط ببوليستر؟ فشيء أساسي بتبقى ألياف طبيعية، خاصة القطن. طبعا دي بتتحط ببالة تقريبا وزنها حوالي 500 رطل. بينتج، احنا نقدر ننتج منها 200 جنس، 200 بنطلون جينز من البالة الواحدة.
يعني اما نعمل added value او قيمة مضافة، بدل ما نبيع القطن خام نبيعه قطن نهائي. بناخد القطن بنفصله عن البذرة، بنوديه بقى لمصانع الغزل، بيطلعوا حاجة اسمها الشريط زي شريط الغزل عشان يتعمل بقى المبروم، بعد كده الخيط الغزل النهائي، بعد كده بقى مرحلة تحضيرات النسيج اللي هي زي اللي هو زي ده المبروم، ده المبروم اللي احنا بنتعامل معاه بعد كده على مكنة الغزل. بعد كده بقى البرم ده بيروح طبعا على مرحلة الغزل النهائية. الخيط النهائي اهو، ده الخيط النهائي الموجود. بعد كده بقى بياخدوا هذا الخيط، طبعا بقدر اتحكم فيه في النمرة. يجي الماسورة اللي هي بتاعت الغزل زي ما حضرتك شايفها، هي زي دي كده، بندورها بحيث تطلع في الاخر. اقدر اعمل نمرة 80، اقدر نعمل نمرة 100. احنا وصلنا لنمرة 300 على واحد شركة مصر المحل عملتها من القطن المصري، حتى على مكن عادي مش مكن حديث. الكونة بتتعمل، وبعد كده بنروح بقى ايه نعمله ميكانيكيا او آليا على ماكينات النسيج. ادي المشط، ادي مكنة النسيج، وادي العمال الشطار. نعمل بقى ايه قماش مرحلة النسيج، طبعا النير والدلع، وطبعا في مرحلة التريكو مهمة جدا، ودي بتحتاج خيوط ذات جودة عالية. التريكو بالذات لازما يبقى الخيط ذو جودة عالية، لأنه بيبان أي عيب في الغزل تلاقيه بان في قماش التريكو بسرعة. قماش التريكو عشان بعد كده تروح على مرحلة الملابس. بعد كده بقى بعد مرحلة طبعا بعد القماش في بقى اللي هي في الطباعة، حاجة جميلة برضو، طباعة يدوية، الشابلونات، طباعة اوتوماتيك، عشان ناخده قماش وبعد كده نفصله ونبيعه. جيزة 95 وجيزة 92. تقريبا 92 و86 لهما طول أساسي. طبعا بتخش بقى على مراحل الملابس الجاهزة، كفاية العمال وفتح البيوت اللي هي بتتفتح من صناعة الغزل والنسيج. اللي والله تجيب احنا عايزين سنت لمصر من الدولار، فالصناعة دي تقدر تجلب كميات كبيرة جدا من العملة الصعبة. يعني جمعية القطن المصري بتسمح بعض الشركات بتستخدم اللي هو متصنع من القطن المصري، وده الشعار ده موجود، لان زي ما انا قلت لحضراتكم في 2016 حصلت المشكلة الكبيرة جدا بتاعت، طبعا بنختبرها، يعني اكتشاف ان القطن المصري ده ليه اختبار معين، اختبار صعب شوية، اللي انت بتعرفه انه قطن مصري، يعني التحليل بتاعه من امريكا حللته اكتشفته بالدي ان ايه انه مش قطن مصري خالص. طبعا الشركات الوهمية قفلت المواقع بتاعتها. فعندنا ارض وعندنا حاجات كتيرة جدا موجودة. وطبيعة الفلاح المصري اصلا فلاح بيحب زراعة القطن. يعني كان زمان البنت كانت بتتجوز من القطن المصري في اثناء المحصول، كانت بتبقى فرحة وعيد. وطبعا بيتحط في شكاير من الجود، وده افضل. بدأنا الفلاح عنده صحوة، بيعرف امتى يزرع وامتى ما يزرعش، فبدأنا نزرع، اتأخرنا شهر وشوية. المدة اللي بيستهلكها القطن كان بيستهلك زمان 8 شهور، الوقت بيستهلك أقصى حاجة 6 شهور. لأن الجود أصلا نباتي، فالصناعة بتاعتنا صناعة بتعتمد على القطن عموما،
في شركات كتير بتقفل لعدم وجود القطن. لا، احنا نزرع قطن ونهتم بيه. دي بقى المرحلة بتاعة فحص القماش. فكل الحاجات ديت هي قطننا، قطن المصري طويل التيلة. ان شاء الله ترجع احسن من الاول بكتير. الصناعة المصرية. تحياتي لحضراتكم. مهندس محمد كمال معتمد.